عايزين الحقيقه نتكلم النهارده عن مفهوم الامن الداخلي في المفهوم العام للامن القومي المصري. دائما الامن الداخلي بيبقى الشغل الشاغل لاجهزه الامن لتوفير الحمايه الكامله والرعايه الكامله الحقه، والدستور بينص على ذلك ان على الشعب له الحق في الحياه بصوره كريمه بصوره امنه دون ان يكون لديه اي خوف او رعب من على حياته وممتلكاته الشخصيه. ايضا الامن الداخلي يجب ان يوفر الحمايه الكامله لكافه طوائف الشعب، ويجب ان يحمي الوطن من الفتنه الطائفيه. نحن نعلم ان من يتربص باي دوله يحاول ان يحاربها الحقيقه من داخلها. يعني الفتن الطائفيه اسقطت دول كثيره وقسمت دول كثيره، لذلك حمايه وطننا في نظريه الامن القومي ومفهوم الامن القومي العام من الفتن الطائفيه اعتقد انه شيء هام، ويجب علينا ان نراعيه، ويجب على الاجهزه المختلفه ان تعمل على حمايته. ايضا الحق لكل مواطن ان يقوم بعمله في اطار من الامن والامان، لا يخشى على حياته او ممتلكاته او اسرته. ايضا الامن الداخلي يجب ان يتم توفيره للشعب حمايه من اعمال التجسس والتخريب والارهاب. هناك الكثير ممن يتربصون بدول اخرى، منهم مصر يتربصون بها دول اخرى، يحاولون اختراقها عن طريق وضع جواسيس، وضع عملاء لدول اخرى تعطيهم معلومات. لذلك الحقيقه انا بارى ان الشعب يجب ان يكون لديه وعي امني. الوعي الامني يعني انه يبلغ السلطات عن اي شيء شايف انه هو غير طبيعي، شايف انه هناك اقتراب من جهه ما او من شخص ما معه بشكل مريب، يعطيه الكثير من المال، يعطيه الكثير من الوعود، يطلب منه سفر للخارج حتى يقابل اشخاص اجانب اخرين بهدف توظيفه الى اخره. كل هذه الحقيقه الاعمال التي نرى او هو يرى انها غير طبيعيه ولا تتمشى مع ظروفه الشخصيه، اعتقد انها قد تكون احد الاقترابات من اجهزه الامن المختلفه الخارجيه لتترغب في تجنيده او العمل ان يكون يعمل معهم في اطار من اعمال التجسس او التخريب او الارهاب. اذا الامن الداخلي مبني على تعاون مشترك بين اجهزه الامن وبين المواطن الذي يجب عليه ان يحمي دولته قبل ان يكون هذا الحق للاجهزه الامنيه. العمل عمل مشترك متكامل لا يمكن لفصله عن بعض. لا يمكن ان تقوم الدوله بعمل الحمايه الداخليه لتوفير الامن الداخلي للشعب وان يكون الشعب بغافل عن هذا ولا يتعاون معها عن هذا، ولكن المنظومه منظومه متكامله. اتصور ان الشعب المصري كله يريد بالتاكيد ان يحيا حياه كريمه، يحيا حياه آمنة داخليا بالتعاون المشترك مع أجهزة الدولة المختلفة، وأيضا يكون لديه الوعي الكافي لحماية هذا الوطن ضد أي أخطار. بالتأكيد هناك أخطار كثيرة خاصة بعد الثورات وبعد التفاعلات السياسية المختلفة. نرى أن هناك الكثير ممن يريدون اختراق هذه الصفوف، اختراق صفوف البلاد، محاولة إدخال الفتن، محاولة إدخال أعمال تخريبية. ولكن أنا أعلم أن الشعب المصري إن شاء الله قادر على حماية وطنه بالتعاون مع أجهزة الأمن المختلفة.